ويا مساء الخيرات، أخباركم يا حلوين؟ طبعا أرحب بكل المشتركين الجدد اللي ضافوني بالفترة الأخيرة واللي قبل بعد علشان ما يزعلون. بسوي معاكم الفول بس بطريقة سهلة وسريعة، ما تاخذ منك 5 دقايق. أنا معتمدة هذه الشركة من الفول خصوصا اللي يجيكم بالكشنة السعودية ويجيكم مكشور. عندي هنا بالقدر أضفت بصل وشوية زيت وأضفت عليهم ثوم مفروم، أقلبهم شوي ياخذ البصل لون. وهنا بالفرامة أحب أفرم علبة الفول، تقدرون بعد بيدكم علشان يكون الفرم خشن ما يكون ناعم بالمرة. وأضيف الكشنة عليها، طبعا هي عليها كل شيء، ما تحتاجون لا تضيفون لا بهارات ولا حتى ملح. شوفت عينكم صارت جاهزة. أرجعها بالقدر وأضيف عليها شوية موية حارة وخليها تطبخ 10 دقايق على نار هادية يتسبك معاكم. هنا عندي الطحينة اللي أحب أحطها على وجه الفول، أضيف ملعقة كبيرة من الطحينة ورشة بسيطة من الملح وشوية موية وفلفل أسود. وأخلطها مع بعض حتى يصير القوام عندكم شوي خفيف، ما هو خفيف بالمرة ولا هو برضو ثقيل. الفول صار عندي جاهز، راح أقدمه بهذا الصحن. جهزت هنا الطحينة والبقدونس وبعد زيت الزيتون. أضيف على الوجه الطحينة، مرة لذيذة، جربوها راح تعتمدونها وخفيف بعد على المعدة. وأضيف البقدونس وزيت الزيتون أو السمنة إذا عندكم. وهذا الفول صار جاهز. جربوه وقولوا لي رايكم بالكومنتات. بعدها جهزنا كذا طلعة خفيفة نغير فيها جو. واخترنا مجمع العرب، وعندهم هذا الكافي أعتقد اسمه ذا هاوس، مرة حلوياتهم لذيذة وبعد قهوتهم. بعد كذا تعشينا بهذا المطعم. أخذنا برجر وتشيكن فرايزر. بعدها كذا بيومين قررت أروح لأختي وقلت بسوي معاه كيكة الرمل اللي هي كيكة الزبادي، وقلت لازم أصور معاكم الخطوات. هنا عندي علبة زبادي وضيفوا عليها نص كوب من السكر. إذا حابين كل المقادير تكون معاكم تمام، عادي بعلبة الزبادي نفسها تقدرون تضيفون كل المكونات، يعني تعتمدون على المقدار. نص كوب زيت ونص كوب سكر وحبتين من البيض وملعقة صغيرة من الفانيلا. تقدرون تخلطونها بخلاط الكاس أو بالخفاق الكهربائي. وأضيف علبة الزبادي نفسها بنفس المقدار أو كوب من الدقيق،
ولازم أنخلة. انتبهوا يا بنات عشان ما تكون معاكم معجنة وتكون معاكم خفيفة ومنفوشة. وملعقة كبيرة من بيكنج البودر. نخلط المكونات، يكون قوامها ما هو ثقيل ولا هو خفيف، يعني وسط. إذا حسيتوها ثقيلة بزيادة ضيفوا شوية موية، وإذا حسيتوها خفيفة بالمرة ضيفوا شوية دقيق. شوفوا القوام. أخلطها تمام وأتأكد إن كل المكونات تجانست وصار الخليط معايا ناعم. هنا عندي بالصينية أدهنها بشوية زيت. وأضيف الخليط. وبهالوقت لازم يكون عندي الفرن شغال، يعني يكون حار مسبقا. أحب أضيف الكيك بالشبك الوسط، وبالبداية أشغل عليها من تحت حتى 25 دقيقة، بعد كذا أشغل عليها من فوق تاخذ لون وتكمل استواء. وهنا بأحمس السميد على نار متوسطة حتى يشقر لونه. شوفوا اللون اللي وصلت له، لأني راح أضيفه على وجه كيكة. من هنا جاء مسماها كيكة الرمل. بس طبعا قبل كذا راح أسقي الكيكة بعد ما استوت تماما. قطعتها وأسقيها بنستلة. أنا أحب أخففها بشوية موية، وعلى الوجه بأرش السميد وأخليها تدفى ربع ساعة. بعد كذا أقدمها. طبعا أنا ما قدرت أصبر لأني رايحة لأختي، فصورت لكم هذه القطعة وأنا توي مطلعتها حارة. شوفوا كيف مستوية تماما ومنفوشة. هذا طقم جديد قلت أكشخ لكم يا أهل اليوتيوب. فقلت بحضر فيه الغداء. سويت هنا سلطة خضار، وهذه كشنة الرز أحبها مرة مع الرز الأبيض، مرة سهلة وتعطي طعم. زبدة وشرايح من البصل من الفلفل الرومي الأخضر والجزر المبشور، وتضيفون شوية بهارات مع رشة ملح وزبيب. هذا معبوش الباذنجان لذيذ يا بنات، فما بالكم بلسعة حرارة. أحب أحفظه ببرطمان مع زيت زيتون وأحفظه بالثلاجة. إن شاء الله أنزل لكم الطريقة يوما ما. طبعا هنا قدمت الرز. شوفوا كيف نثري كل حبة بحبتها. وأنا مصورة معاكم الرز اللي معتمدته في فلوق مشتريات من السوبر ماركت. ارجعوا له وتابعوا. اللي وصلت معي لهالنقطة لا تنسون اللايك ولا الكومنت ولا الشير. صدقوني ما يخسركم شيء، بل بالعكس بيرفع الفيديو أكثر. وعلى الوجه أضفت باقي الكشنة. هنا الدجاجة طبعا بالأول سلقتها، بعد كذا تبلتها ودخلتها الفرن تاخذ لون. وطبخت بنفس مرقة الدجاج الرز، وزينته طبعا بشوية ليمون وبقدونس. وعلينا بالعافية. ولازم من طقوسي بعد الوجبات أشغل على فحم
وبالمستكى أبخر. لا تنسون اللايك والكومنت والشير.